فروحت فتحت شباك المنور اللي موجود في اوضه النوم عندي، فتحته بالراحه سنه سنه، وكنت طافيه النور بتاع اوضه النوم. وقفت جنب الشباك علشان اسمع كويس. سمعت صوت اهات جارتي وهي في العلاقه مع جوزها. بصراحه حسيت ان جسمي ارتعش. وقفت مكاني متزمره. الكلام ده كان الساعه 1 بالليل. بس الغريب في الصوت ما كانش صوت اصوات عاديه، ما كانش صوت اهات واحده مستمتعه مع جوزها. وقبل ما تسمع القصة ما تنساش تعمل اعجاب واشتراك في القناة. مستنية اشوف اعجابك واشتراكك عندي. انا اسمي آية، عندي 22 سنة، متجوزة من حوالي سنة ونص، وعايشة في منطقة شعبية في القاهرة. احنا واخدين شقة ايجار في عمارة حوالي 19 دور. معايا بنوتة عندها سنة. جوزي سافر من حوالي 6 شهور بسبب انه ما كانش لاقي شغل في مصر بمرتب كويس، وللأسف هو سافر دولة تانية بطريقة غير شرعية، وعلشان ينزل مصر تاني مش هيكون قبل 5 سنين على ما يظبط الأوضاع في البلد التانية دي. وبيبعتلي من برا حوالات كل شهر أصرف بيها على نفسي وعلى بنتي. وطول اليوم أنا بكون قاعدة لوحدي، ولما بحس إن أنا زهقت بروح أقعد مع ماما كام يوم وارجع تاني العمارة اللي أنا ساكنة فيها. العمارة اللي أنا بسكن فيها تعتبر تحت الإنشاء، والشقق اللي أنا ساكنة فيها يعني تعتبر 4 شقق هما اللي سكنوا بس، وما بشوفش حد من الجيران. فبصراحة كنت أوقات كتير ببقى قاعدة وأنا خايفة لوحدي بسبب الهدوء ده، وإن مفيش سكان في العمارة. ومن حوالي 3 شهور في واحدة صاحبتي متجوزة قريب برضو، كنت أنا وهي بنتكلم على طول، وهي كل فترة في التليفون وبنسأل على بعض وكده. ففي مرة وهي بتكلمني لقيتها بتشتكيلي من أهل جوزها، وإن هما في بينهم وبين بعض مشاكل لأنها قاعدة في بيت عيلة. وقالت لي يا ريت لو تعرفيلي شقة معروضة للإيجار ولا حاجة يا ريت تبقي تقولولي. قلت لها حاضر. قفلت معاها من هنا، وأنا كان معايا رقم بواب العمارة علشان لما بحتاج حاجة من تحت هو بيجيبها لي، بدل ما أنا بنزل وبطلع، والأسانسير أصلا لسه مشتغلش علشان العمارة لسه جديدة. فاتصلت بيه، هو اسمه ابو خالد. قلت له يا عم ابو خالد، لو في شقة للإيجار قدامك ياريت تبقى تعرفني. قال لي اه، في شقة معروضة للإيجار عندنا في العمارة. قلت له هي انهي شقة دي؟ قال لي الشقة اللي تحت منك على طول. قال لي صاحبها شطبها وقفلها وكلمني من كام يوم ان هو عاوز يأجرها. قلت له خلاص ما تقولش لحد عليها لحد ما انا ارد عليه. وبيني وبين نفسي كنت بدعي ان صاحبتي دي تاخدها، او على الاقل تيجي تونسني بدل ما انا قاعده كده زي اللي مقطوعه من شجره. فروحت متصله بيها وقلت لها انا عندي ليكي خبر ب1,000,000 جنيه. قالت لي ايه؟ قلت لها في شقه عندي في العماره ومعروضه للايجار. قالت لي حلو، طب والشقه دي بكام؟ قلت لها والله انا نسيت اساله، هساله واتصل بيكي. وقفلت معاها واتصلت بابو خالد البواب، قلت له هو طالب كام في الايجار بتاعها وهيأجرها لها كام سنة. قال لي هو عاوز تأمين 3 شهور وهيأجرها أقصى حاجة 3 سنين، والإيجار بتاعها هيكون 1500. قلت له تمام. وقفلت معاه واتصلت بصاحبتي وقلت لها على التفاصيل كلها. قالت لي طب كويس، لما جوزي يرجع من الشغل هقوله وارد عليكي. والساعة جت 9 بالليل، اتصلت بيه وقالت لي انا قلت لجوزي، وقال لي خلاص مفيش مشكلة هنروح نتفرج عليها. وقالت لي احنا فاضيين يوم الجمعة الجاية علشان اجازة جوزي. قلت لها خلاص تمام. وانا بقى اتصلت بابو خالد قلت له في ناس هتيجي يوم الجمعة الجاية علشان تتفرج على الشقة، وانت معاك المفتاح بتاعها. قال لي اه انا معايا المفتاح، صاحبها ساب لي المفتاح علشان افرج الناس عليها. قلت له خلاص كويس قوي. ويوم الجمعة العصر لقيت صاحبتي بتتصل بيا بتقولي ابعتيلي العنوان بالظبط واللوكيشن بتاع العمارة. المهم بعته لها، وبعدها بساعتين لقيتها بتكلمني بتقولي احنا تحت العمارة. فروحت لبست ونزلت واتصلت بابو خالد وقلت له الناس جت، تعالى يلا علشان تفرجهم على الشقة. واول ما نزلت لقيتها هي وجوزها، سلمت عليهم هما الاتنين وطلعنا شفنا الشقة، والشقة عجبتهم واجروها. صاحبتي لسه ربنا ما رزقهاش بأطفال، هي متجوزة بقالها 4 شهور، وعرفت منها ان جوزها شغال محاسب في بنك، والحمد لله امورهم مستقرة. وكلموا صاحب الشقة وجوزها راح قابله واجروا منه الشقة، وبعدها باسبوع نقلوا العفش بتاعها. وانا كنت بنزل اساعدها في فرش الشقة، وكنت بنزل طبعا لما جوزها بيكون في الشغل. وبقت هي صاحبتي وحبيبتي اللي بقت مونساني في البيت، وبقيت معظم الوقت قاعدة معاها طول اليوم.
طول ما جوزها بيبقى يعني مش موجود. بس من حوالي شهر كده على الساعة 1 بالليل وانا نايمة في اوضة نومي بقيت اسمع اصوات غريبة، وقعدت اقول دي اكيد اصوات مش طبيعية او اكيد تهيؤات. ومرة مع مرة فضلت ان انا اركز مع الصوت، ولقيت الصوت طالع من شباك المنور اللي في اوضة النوم. والصوت كان عبارة عن اهات واحدة، بس الصوت كان بعيد مش قادرة بصراحة اميزه او اسمعه بوضوح. فرحت فتحت شباك المنور اللي موجود في اوضة النوم عندي، فتحته بالراحة سنة سنة، وكنت طافية النور بتاع اوضة النوم. وقفت جنب الشباك علشان اسمع كويس. سمعت صوت اهات جارتي وهي في العلاقة مع جوزها. بصراحة حسيت ان جسمي ارتعش، وقفت مكاني متذمرة. الكلام ده كان الساعة 1 بالليل. بس الغريب في الصوت ما كانش صوت اصوات عادية، ما كانش صوت اهات واحدة مستمتعة مع جوزها، لا، ده كان صوت واحدة كأنها بتستغيث من كتر الألم. وجت في دماغي فكرة ساعتها ان انا اسجل الصوت بتاعها علشان اسمعه براحتي، وحاول اميز واعرف هو ده صوت اهات اثناء العلاقة ولا جوزها بيعذبها. فروحت جبت ثبت من البلكونة، ورحت شغلت برنامج التسجيل الصوت على الموبايل، ورحت حاطة الموبايل في الثبت، وبدأت انزل الثبت بالراحة من شباك المنور لحد ما بقى جنب شباك اوضة النوم بتاعتهم، وسجلت صوت القطعات بتاعتها وهي مع جوزها. واللي عاوز منكم يسمع صوت التسجيل بتاع صاحبتي ده يعمل اشتراك في القناة دلوقتي، وانا هدخل ابعتله مقطع الصوت بتاع صاحبتي. وياريت تقولولي اذا كان الصوت ده بسبب العلاقة اللي بينها وبين جوزها ولا بسبب حاجة تانية. وبعدها بساعة لقيت الصوت هدي، فرحت مطلعة الثبت واخدة الموبايل منه وبدأت اسمع التسجيل. كان الصوت واضح قوي بصراحة، وبصراحة انا تعبت قوي لما سمعته، وفي نفس الوقت فكرت اقول لها انتي صوتك عالي وبيوطي صوتك، بس بصراحة اتكسفت اقول لها علشان بعد كده هتعرف ان انا مركزة معاها. طبعا انا بقيت اسمع صوتها وهي مع جوزها كل يومين او 3، وانا للاسف مش معايا راجل، وكل ما بسمعه جوزها مع صوتها بموت من جوايا وبقول يا بختها، وبتحسر على غياب جوزي، لدرجة اني فعلا ما بقيتش قادرة استحمل اسمعها، وبقيت بغير منها وبحسدها على جوزها. وقررت ان انا معرفهاش اي حاجة، وبقيت عاوزة اتعرف على جوزها ده باي طريقة من غير ما هي تعرف او تحس باي حاجة. وبقيت انزل اقعد معاها في شقتها، وبحاول اخر نفسي علشان اشوف جوزها بس، لكن هي كانت على طول تقعد تقولي يلا علشان احمد قرب يجي، وما كانتش بتديني فرصة ان انا حتى اشوفه او حتى اسلم عليه لما هو يشوفني. فقعدت افكر ازاي احاول ان انا اقرب منه باي طريقة، وجات في دماغي فكرة ان انا اعرف صاحبتي دي ان انا بروح كل خميس المستشفى عشان بعمل جلسة بخار على صدري علشان عندي حساسية. وفعلا لما نزلت طلعت تاني يوم عرفتها ان انا بروح كل خميس المستشفى، بحيث ان انا لما اجي اطلب منها بعد كده ان جوزها يوديني يبقى عندها خلفية عن الموضوع وما تتفاجئش. وقلت لها ان مشوار المستشفى ده بيكلفني كل مرة حوالي 200 جنيه. فجيت في يوم قلت لها انا عاوزة اطلب منك طلب علشان انا الدنيا مزنقة معايا الايام دي، وجوزي بقاله فترة ما بعتليش حوالة. قالت لي خير يا حبيبتي. قلت لها مفيش مشكلة يعني، لو جوزك بس يوديني المستشفى يوم الخميس الجاي علشان اعمل الجلسة، انا كده كده مش بتأخر هناك، يعني هي بس نص ساعة. قالت لي يا حبيبتي انا عنيا ليكي، بس الاول هقوله كده واشوف هيقول ايه. قلت لها خلاص تمام. وتاني يوم لقيتها ردت عليا وقالت لي انا قلتله وقال لي مفيش مشكلة. قلت لها ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي وما تحرمش منك ابدا. وبيني وبين نفسي قلت هي دي فرصتي ان انا اتعرف عليه. ولما جه يوم الخميس اما قلت بقى اتصل بيها علشان اشوف هننزل امتى، وجوزها هيرجع من الشغل الساعة 6 المغرب. فروحت متصلة بيها الساعة 6:30 وقلت لها انا جاهزة، وقت ما تقولي لي انزل هنزل. قالت لي احنا ربع ساعة وهننزل. اول ما قالت لي كلمة احنا عرفت انها جاية معانا، وساعتها اتضايقت قوي، بس قلت مش مشكلة. المهم نزلت وركبت العربية ورحنا فعلا المستشفى، وقلت لهم استنوني في العربية انا مش هتأخر. ودخلت المستشفى عملت نفسي بسأل على اي حاجة هناك، ودخلت جوه واتأخرت جوه شوية، ورحت كده راجعه لهم وركبت العربية ورجعنا البيت وشكرتهم. ودخلت شقتي، بس بصراحة كان دمي محروق قوي انها جات معانا
ومعرفتش حتى اخد رقمه، مع اني حسيته كده وانا راكبة في الكنبة، يعني وانا باجي ابص في مراية العربية بلاحظ كتير ان هو بيبصلي، بس طبعا مش متأكدة لاني انا اجمل من صاحبتي بكتير قوي، وفي نفس الوقت مش قادرة اتكلم معاه علشان هي قاعدة معانا، وانا كان كل همي وقتها ان انا اخد رقمه او اني اوصل لاي حاجة توصلني بيه باي طريقة. انا كل اللي اعرفه عنه ان هو اسمه احمد وبس. فدخلت على الفيس وقعدت ادور عليه يمكن الاقيه، وكتبت في البحث احمد، ظهر لي ناس كتير قوي. فضلت ابص على صور الناس صورة صورة لحد ما لقيت صورته، ما كنتش ساعتها مصدقة نفسي، ولقيت اسمه احمد سمير. دخلت على الصفحة بتاعته وقعدت اتفرج عليها وعلى الصور بتاعته وعلى الحكايات اللي هو بينزلها، وما كنتش عارفة اعمل ايه. فبعتله طلب صداقة، بعد كده بعتله رسالة، وبصراحة خفت لا يقول لصاحبتي برضو. فروحت عاملة حساب تاني على الفيس باسم مش اسمي، ودخلت على صفحته وبعتله طلب صداقة، واستنيته يقبل طلب الصداقة ده، وعدى حوالي يومين ما قبلش طلب الصداقة. فروحت بعتله رسالة وقلتله فيها ازيك. فضلت مستنية يفتح الرسالة بس ما شافهاش. قلت يمكن بقى الحساب بتاعه ده قديم او عنده حساب تاني. بس تاني يوم اتفاجئت ان هو رد على الرسالة بتاعتي وقال لي مين معايا. قلت له انا واحدة اعرفك بس مش هينفع اقولك انا مين دلوقتي. قال لي خلصي، بصي خلاص يا مروة، انا ما عنديش وقت للكلام ده. وافتكرني ان انا مراته وبعمل كده معاه، بشوفه يعني بيعاكس بنات او بيكلم بنات ولا لا. قلت له انا مش مروة والله، وعلشان اثبت لك ان انا مش مروة، لما تروح البيت اقعد مع مراتك وابعتلي على الفيس وانا هرد عليك علشان تتأكد ان انا مش هي. قال لي خلاص ماشي. وفي نفس اليوم بالليل كده على الساعة 8 لقيته بعتلي، رحت رديت عليه وساعتها اتأكد فعلا ان انا مش مراته. ولقيته بعتلي طيب بيقولي هو انت مين وعاوزة مني ايه. قلتله والله انا واحدة اعرفك وعاوزة اتعرف عليك، ولو انت عندك مانع او مش مشكلة عرفني، انا بس مش عايزة اسبب لك اي مشكلة. قال لي لا ما عنديش اي مشكلة، بس انت مين بقى؟ قلتله انا هقولك انا مين بس توعدني انك ما تعرفش مراتك اي حاجة. قال لي اوعدك. قلتله طيب احلف بالله علشان انا ارتاح. راح حلف لي بالله ان هو ما هيعرف مراته اي حاجة. قلت له عموما انا آية. قال لي آية مين؟ قلت له صاحبة مراتك مروة وجارتك اللي فوق على طول، اللي انت وديتها بالعربية للمستشفى. قال لي مش ممكن والله. انا قلت له لا انا بس بالله عليك انا مش عاوزة مروة تعرف اي حاجة علشان ما عنديش استعداد ان اخسرها. قال لي ما تقلقيش. بس قال لي هو انت مش خايفة لا جوزك يعني يشوفك وانت بتكلميني او يمسك تليفونك ويشوف الرسايل دي؟ قلت له انا جوزي اصلا مسافر وانا قاعده لوحدي انا وبنتي، وبنزل لمروه مراتك اقعد معاها علشان تونسني. قال لي طيب انا عاوزه اسالك سؤال، انت ليه بتكلميني دلوقتي وليه بعتالي؟ قلت له مش عارفه، بس انا من ساعه ما شفتك وانا حاسه ان انا حابه اتكلم معاك واتعرف عليك، لكن مروه مراتك مش مدياني اي فرصه، علشان كده فكرت ادور على حسابك على الفيس واكلمك منه. قال لي وانا بصراحه من ساعه ما شفتك وانا حاسس بنفس الشعور ده. يمكن انتي لاحظتي لما كنتي قاعدة معانا في العربية انا كنت عمالة ابصلك وابص في عينك وحاسس ان في حاجة جواكي عاوزة تقولها لي. قلتله القلوب عند بعضها، بس اهم حاجة مروة مراتك ما تعرفش اي حاجة. قال لي ما تخافيش. وقلتله متشكرة جدا انك وصلتيني للمستشفى. قال لي ولا يهمك، وانتي وقت ما تحبي تروحي في اي وقت يبقى قولي لمروة وانا هوافق على طول. قلتله طلع بقى مروة من الموضوع خلاص. ما انت هتاخدني بس في العربية وانا بصراحة حابة اتكلم معاك لوحدنا. قال لي خلاص نبقى نظبط يوم كده لو انت حابة ونروح اي مكان يعجبك. قلتله طيب ومروة هتقول لها ايه؟ قال لي عادي انا كده كده اوقات كتير بخرج مع زمايلي بعد الشغل، فهبقى اقول لها ان انا خارج مع زميلي بعد الشغل. قلت له خلاص تمام، هبقى اشوف يوم كده واقول لك عليه. وبرضه هبقى معرفة مروة من قبلها ان انا هقعد عند ماما يومين علشان مش عاوزاها تشك في اي حاجة خالص. ومن ساعة ما اتكلمت معاه على الفيس وانا حاسة ان روحي ردت ليا تاني، خصوصا انه بيبادلني نفس الشعور اللي انا حاساه. وهو كمان وعدني انه مش هيعرف صاحبتي اي حاجة عن اللي بيني وبينه. اتفقت معاه اننا نتقابل برا، وانا عرفت مروة قبلها بيوم ان انا هروح اقعد عند ماما يومين. وفعلا رحت قابلته في المكان اللي قال لي استناه فيه، واخدني بالعربية ورحنا قعدنا في كافيه.
وقعدنا نتكلم انا وهو كتير، وساعتها اعترف لي ان هو مش بيحب مروة صاحبتي، وانه ما كانش واخدها عن حب، وان والده هو اللي اختارها له علشان ابوها يبقى صاحب والده، وهو متأقلم على العيشة معاها. قلت له بس اللي يشوفك ويشوف اسلوبك وانت بتتعامل معاها ما يصدقش كده خالص. قال لي بصراحة ده اسلوبي وده طبع فيا سواء معاها او مع غيرها، مش هقدر اغيره. قلت له بصراحة انا بحسدها عليك، يا بختها بيك. وبقينا نتكلم انا وهو كتير على الفيس، وبقى معايا رقم موبايله، واوقات كتير بيكون في الشغل وبيتصل بيا، بس طبعا انا بكون معرفاه قبلها ان انا يعني قاعدة في شقتي، واقول له يتصل. وبصراحة احنا الاتنين كنا مشتاقين لبعض بطريقة ما تتوصفش. كل ده وجوزي ما بقاش يكلمني الا يوم واحد في الاسبوع، اللي هو يوم اجازته، وكلامنا بقى قليل قوي لانه بقى مسحول هناك في الشغل. وفي يوم بعت لاحمد رسالة وقلت له تعرف يا احمد انا عاوزة اقولك على حاجة بس مش عاوزاك تفهمني غلط. قال لي قولي. قلت له تعرف ان انا اكتر من مرة اتمنى اكون مكان مروة. قال لي يعني ايه؟ يعني ايه تبقي مكانها؟ قلت له يعني انا ابقى مراتك. قال لي يا ستي ما انت متجوزة، هتبقي بقى مكانها ازاي؟ قلت له مش عارف. قلت له انا بصراحة كل اللي بتمناه اني وقت محتاجة اشوفك في اي وقت، لو احتجت الاقيك قدامي الاقيك. قال لي يا ستي وانا مش بعيد عنك، ده انا ساكن تحتك على طول. قلت له بس وقت ما احتاجك مش هلاقيك. قال لي مين قالك كده؟ جربي كده تحتاجيني هتلاقيني عندك. قلت له طيب انا محتاجه لك دلوقتي. قال لي هو انت بتهزري ولا ايه؟ قلت له والله مش بهزر، انا نفسي تكون معايا زي ما بتكون مع مروه. قال لي طيب هنعملها ازاي دي؟ قلت له مش عارفه، اتصرف انت بقى، انت مش قلتني لما تحتاجيني هتلاقيني؟ اديني قلتلك ان انا محتاجه لك. قال لي بصراحه انا مش عارفه اقولك ايه، سيبيني افكر كده واشوف اعمل ايه. قلت له ماشي. قال لي هو انتي مفيش حد بيجي يزورك يعني من قرايبك او من اهلك؟ قلت له لا خالص، ده انا اللي بروح لهم، وانا دلوقتي قاعده انا وبنتي في الشقه. قال لي طيب هو انا لو طلعت عندك هيبقى في مشكله بالنسبه لك؟ قلت له يا ريت، ده انا اتمنى، ومش هيبقى في اي مشكله ولا حاجه، بس المهم مروه ما تعرفش اي حاجه. قال لي لا ما تخافيش، مروه كده كده بتكون نايمه لما انا بنزل الشغل الصبح، وباخد العربيه بتاعتي وبمشي. بس قوليلي بس على يوم وانا هاخده اجازة من الشغل اليوم ده واكون معاكي. قلت له لو تعرف من بكرة هيبقى حلو قوي. قال لي لا طبعا بكرة هيبقى صعب جدا، ده انا لازم اقدم على الاجازة قبلها بكام يوم. واتفق ساعتها معايا على يوم الاربع الاسبوع اللي بعده، وقال لي انا عاوزك يوم التلات تعرفي مروة انك رايحة عند مامتك وهتقعدي عندها يومين، وانك مش هتكوني موجودة في الشقة خالص. قلت له تمام. وفعلا يوم التلات نزلت قعدت مع مروة، ويعني اساعدها شوية في ترويق الشقة، وقلت لها ان ماما تعبانة شوية واني هروح لها كده يومين اقعد معاها لحد ما اطمن عليها، وبعد كده هبقى ارجع الشقة. قالت لي ربنا يطمنك عليها يا حبيبتي. وبعد ما خلصت ترويق الشقة مع مروة طلعت وبعت لاحمد على الفيس وقلت له انا عرفتهم ان انا رايحة لماما واني مش هكون موجودة في الشقة. قال لي خلاص كويس. وقلت له طب انت عملت ايه في موضوع الاجازة؟ قال لي خلاص انا خدت يوم الاربع اجازة. قلت له تمام قوي. يوم بقى التلات انا كنت حاسة ان انا طايرة من السعادة، وحاسة ان فرحي هيكون بكرة لان احمد هيكون معايا. ظبطت شقتي وروقتها، ويوم الاربع الصبح صحيت كده اخدت شاور الفجر ولبست وفضلت مستنية احمد، لقيته مجاش. فروحت بصيت من البلكونة فاستغربت لما لقيت عربيته مش تحت البيت، وقلت يبقى هو راح الشغل كده مفيش فايدة. لكن استنيت كده حوالي ربع ساعة ولقيت رسالة جاتلي على الفيس، لقيته بيقولي افتحي الباب. فروحت جريت بسرعة على باب الشقة، فتحت الباب لقيت احمد قدامي، فراح داخل بسرعة ورحت قفلت الباب وراه. وقلت له ايه ده انا بصيت على العربية بتاعتك تحت ما لقيتهاش. قال لي ما انا ذكية وديتها مكان بعيد ورجعت مشي علشان مروة تعرف ان انا في الشغل، لان مروة لو شافت العربية تحت البيت هتشك وهتكلمني. قلت له خلاص تمام، اقعد بقى استريح وقولي نفسك تشرب ايه، احنا لسه اليوم قدامنا طويل. قلت له اللي انت عايزه بقى اطلبه مني. قال لي لا انا مش عايز اي حاجة دلوقتي، انا بس جيت علشان اثبت لك انك وقت ما تحتاجيني هتلاقيني جنبك. قلت له طيب قوم بقى غير هدومك علشان تقعد براحتك. ودخلت جبت له لبس من بتاع لبس جوزي يعني، بس للاسف ما جاش مقاسه خالص لان احمد كان اطول من جوزي بكتير قوي. قلت له انا مش مصدقه ان انت معايا في شقتي واننا لوحدنا وحاسه ان انا بحلم. قال لي لا مش بتحلمي، وراح ماسك ايدي الاتنين وفضل يبوس فيهم، وراح واخدني في حضني وفضل يبوس فيا، وراح قاعد على الكنبه وقعدني على رجله وفضل يكمل بوس في خدودي
حسيت ان جسمي ساب وقلتله كفايه مش قادره استحمل، بس هو ولا كأنه سمعني وراح ماسكني من ايدي وراح داخل بيا اوضه النوم. قلتله بلاش اوضه النوم، تعالى في اوضه الاطفال احسن. قال لي ليه؟ وقلتله كده انا مش بحب الاوضه، ونمنا على السرير ونام جنبي. ولما بدأ يعمل معايا حسيت بألم رهيب منه لانه كان قوي جدا وكان بيفتري عليا وبيتعامل بعنف جدا، بس انا كنت ببقى مبسوطه لاني اول مره احس بكده، وبقيت بعض في المخده علشان امنع الصوت يطلع. وقتها عذرت مروة صاحبتي وعرفت ايه هو سبب صوتها، وانا من ساعة ما جوزي مسافر كنت مشتاقة لكده جدا. فضل معايا حوالي ساعة وبعدها قمنا استحمينا وحضرتله اكل وقعدنا ناكل سوا. واحنا بناكل قالي اتبسطتي؟ قلتله جدا، ده انت فظيع، يا ريتك كنت جوزي. قالي اعتبريني جوزك من النهارده. وبعد ما خلصنا اكل قعدنا شوية وبعدها لقيته بيقولي يلا ونام معايا تاني وعيشني متعة ما عشتهاش في حياتي قبل كده. قلتله انا خلاص حاسه ان انا ادمنتك ومش هقدر اعيش من غيرك. قال لي سيبيها بظروفها، واول ما يكون في فرصه اكيد هقولك وهجيلك، انا برضو بكون مبسوط قوي معاكي. ودخل نام شويه، كانت الساعه جت 3:30 العصر. سمعت صوت موبايله بيرن فدخلت ابص على التليفون لقيت مروه بتتصل بيه فصحيته بسرعه وقلتله الحق ده مروه بتتصل بيك. راح قايم ومكنسل عليها وبعت لها رساله وقال لها ان هو معاه عميل هيخلصه ويكلمها. وبعدها ب5 دقايق راح متصل بيها وكلمها عادي وقفل معاها. وقلتله في حاجة؟ قالي لا لا، ده هي دايما بتتصل بيا كده علشان تطمن عليا. قلتله خلاص تمام. ولقيته راح نايم معايا تالت مرة. وبعد ما خلص قلتله هو انت بتنام مع مروة كل ده؟ قال لي لا، ممكن مرة او مرتين بالكتير، انما انتي مزة، انا مش عاوزة اسيبك اصلا. ولما الساعة جت حوالي 5 احمد لبس هدومه ونزل وراح واخد العربية بتاعته من المكان اللي هو ركنها فيه، وبعد كده طلع على شقته. واليوم ده بالذات ما كنتش قادرة اقف على رجلي من اللي حصل معايا من احمد. وقعدنا بعض اليوم ده حوالي شهر. احمد مش عارف ياخد اجازة من الشغل بتاعه وانا اشتقتله جدا وبقيت بستناه بفارغ الصبر وبستنى اقرب فرصة علشان يقدر ياخد فيها اجازة من الشغل ويجيلي. لحد ما حصل اللي ما كنتش اتوقعه، لقيت احمد في يوم بعتلي بيقولي ده مروة حامل واحتمال تقعد شهر ولا شهرين عند امها في بداية الحمل علشان طبعا ما تعملش اي مجهود يأثر عليها. قلتله طب ده خبر حلو. قال لي اللي مش حلو بقى ان هي عاوزاني اروح اقعد معاها عند اهلها، بس طبعا انا رفضت وقلت لها انا مش هاخد راحتي هناك وان انا هبقى اروح لها في ايام الاجازه بتاعتي او بعد الشغل كده كل كام يوم. قلت له حلو قوي. وقلت له طيب هي هتروح امتى؟ قال لي انا خلاص هوديها بكره او بعد بكره. قلت له خلاص وانا مستنياك على احر من الجمر. وبعدها بيومين احمد قال لي خلاص مروه بقت عند مامتها، وانا من النهارده لما ارجع من الشغل هاجي اقعد معاكي. قلت له وانا في انتظارك. وفضلت استناه احمد لحد ما يجيلي، ولحد النهارده بقى احمد بيجيلي وكل حاجه نفسنا فيها بنعملها سوا. ومروه ما تعرفش اي حاجه عن علاقتنا انا وهو. انا عارفه اللي انا بعمله ده غلط بس فعلا غصب عني، انا واحده متجوزه وبسبب الظروف بقيت محرومه من ابسط حقوقي. وبصراحه انا ما صدقت ان انا يبقى في راجل في حياتي. عارفه ان هو مش جوزي بس يقولولي اعمل ايه، لان انا بيجي عليا اوقات جوزي بيصعب عليا ومروه كمان صاحبتي بتصعب عليا، بس انا بحب احمد وهو كمان بيحبني والحب عمره ما كان بايدينا. وبرضه انا مش عاوزة اطلب منه ان هو يطلق مراته لاني مش حابة خراب البيوت ولا حابة ان انا ابقى خرابة بيوت. وفوق ده كله هي كمان صاحبتي وعشرة عمر. فدلوقتي انا مش عارفة اعمل ايه، فياريت اللي بيسمع قصتي ينصحني ويقولي اعمل ايه.